عليكم الحادقات، كي دايرين؟ لاباس؟ جمعه مباركه، كي صبحتوا هاد الصباح كلشي مزيان؟ اليوم حيت لقيت بزاف ديال التعاليق كتهضروا ليا على الخميره البلديه. كاين شي وحدين مازال ما كيديروهاش وما كتصدق لهمش، ودابا غادي نديرها لكم بالتفصيل الممل. زعما الا ما صاوبتوش دابا ما ديما ندير لكم. عندنا هنايا علاش انا فرقتهم باش تعرفوا راه الطحين ديال القمح الكامل، النخاله والطحين. هذا هو الشرط الاول. بعدا خاصنا الطحين بالنخاله ديالو ولا ديال الشعير، واحد فيهم. ولا كانت ديال الشعير زوين لان دغيا كيصرح حتى هو كتخمر دغيا. هذه اول حاجه غديريها، غتهزي الطحين ديال القمح بحال هكا، غتكبيه بواحد القرعه، اما ديال الزاج اما ديال التراب، اما الانيه الترابيه. غديرها بحال هكا. المهم هاد شويه ديال الطحين، انا علاش قلت لكم علاش هذا، حيت على حساب باش نعطيكم كميه على حساب الواحد شحال باغي. حيت كاين شي واحد اللي عندهم الافراد ديال الاسره قلال غيدير غير شي شويه ديال الخميره، ما غاديش يدير بزاف. وكاين عندهم بزاف خصو الخميره بزاف. المهم هاد الطحين ديبون دو فو، يا بغيتو ديروه كثير كثروا، بغيتو ديروا غير شويه ديروا غير شويه. ملي غندير هاد شويه ديال الطحين غنكب عليه الماء اللي مصفيه من القله هي الانيه الترابيه. غندير ليه بحال هكا، كبو في القرعه، غادي نحركو بحال هكا. هانتوما كتشوفوا كيف كيجي. انا كنديرها جاريه، الا بغيتو ديروها قاصحه ديروها. انا كتعجبني جاريه حيت درتها قاصحه وكتصدق قاصحه، ماشي قلت لكم خايبه. حيت كاين شي واحد كيقول لي جدودنا كانوا كيديروها قاصحه وداكشي. راه انا جربتها قاصحه، ولكن الجاريه كتخمر لي دغيا. داكشي علاش كنقول لكم ديروها جاريه. بغيتو ديروها قاصحه ديروها قاصحه اللي يعجبكم. المهم خميره. هانتا شفتوها دابا كي دايره. ملي غندير لها بحال هكا غندير فيها واحد جوج تميرات ولا جوج كرموسات. الكرموس هو كاين شي واحد كيقولوا الشريحه، هو الكرموس اليابس. واما الزبيب واما الفول. اللي ما عندوش هادشي كامل يدير الفول مقشر. غادي تحطوهم هكايا، هانتوما كتشوفوهم في هذا، وغادي نخليهم هكا. دابا هذا النهار الاول غندير لهم بحال هكا ونخليهم، غادي نحشيهم هكا في وسط داك العجينه ونخليهم. لا غدا ما غاديش نعجن بها. هذا النهار الاول. النهار الثاني غنهز شويه عاوتاني ديال الطحين بحال هكا، نزيدو فيها غير شويه، ونزيد بحال كنوكلها، نزيد عاوتاني شويه د الماء بحال هكا ونكبو فيها. هذا النهار الثاني، فهمتوا؟ النهار الثاني ما نعجنش بها خليها. النهار الثالث عاوتاني غنهز شويه بحال هكا وندير له هكايا ونزيد عاوتاني الماء. قلنا درنا النهار الاول، النهار الثاني زدنا فيها شويه، النهار الثالث زدنا فيها شويه. فهموا؟ عاوتاني ونحرك بحال هكا، ماشي بالضروره تحركوا مزيان. المهم كتخلطوا هكا صافي. الطحين غادي يتخلط مع الماء بوحديته، وغادي يتجمعوا لي باكتيري، وداك التمرات غيلقاو داك لي باكتيري منين ياكلوا. هذا النهار الثالث. النهار الرابع يا لاله عاد غتعجني بها. قلنا النهار الاول صوبناها، النهار الثاني وكلناها، النهار الثالث وكلناها، النهار الرابع عاد غنعجنوا بها. راه غتبقاو تشوفوها كتطلع. راه هي ملي كتطلع كتعاود تهبط. كاين شي واحد كيقول لي لا ما طلعاتليش. خصك منين تغطي بشي غطايه القرعه، خاصك تشوفي داك الغطايه من هاد الجهه واش كيكون فيها، واش قاصتها الخميره، واما ليسباس هذا اللي كيكون نقي شوفي واش طلعت فيه. لان هي ملي كتطلع ملي كتخمر مزيان فاش كتوجد كتهبط، كتلقاي غير الماء من هنايا شي شويه طالع وداك الشيء من التحت. ويغطيوهم. والغطاء من تجي تغطوها بعدا خص يكون ليسباس، شي قرعه بحال هكا تكون كبيره شويه، وما تزيروش القرعه حيت راه هذاك دوك لي باكتيريا كيطلقوا لاسيد، وداك لاسيد يقدر يطرطق لكم القرعه. انا وقت غير كنعوجها واحد النهار لقيت القرعه مشقوقه، حيت منين كيجهد داك سميتو القرعه دائما المهم تكون مهويه باش داك الهواء يلقى منين يخرج ديال. عرفتوا فاش كتوجد الخميره كيبقى واحد التخمر فيرمونطاسيون، وهذاك التخمر كيطلق واحد الغاز، وداك الغاز خصو يلقى منين يخرج. داك الغاز خصو يلقى منين يخرج. الا كان هكا مسدود غادي تفرقع، يبدا يتجمع يطبق هذا. المهم الغطايه تكون غير هكا مشقوقه. شنو هي الغطايه هذه باش نوريكم؟ المهم ملي تا الغطايه ما عرفتش بحال هكا تخليو الغطايه يبقى هكا شي شويه الهواء وصافي.
اللي مهم هو هو صافي ماشي مشكل تحطوها حتى غير في البلاكار ديال الكوزينه ماشي مشكل. وهذا ولا ما بغيتوش ديروا لها هذا غطيوها بشي زويف هكا وديروا لها واحد لاستيك هكا زويف باش تنفس منه حسن باش ما هذا. غادي تلقاو فاش كتوجد غادي تلقاو داك الناموس تجمع عليها راه تما كتعرفوها راه واجده هذاك الناموس حيت هذاك كيتجلب البلاصه اللي فيها الحاجه اللي فيها لاسيديتي كيتجبد ليها الحاجه اللي حامضه كيمشي ليها هذاك الناموس تما كعرفوا راه الخميره وجدات. من بعد دابا هي وجدات حنا شنو قلنا على 4 ايام. ما تقولوا لي انا قلت لكم عجنوا بها النهار الاول ويقولوا ما صدقاتش. ومني غتعجنوا بها ما ديروش نيشان الخبز في الفران ديروا بطبوط حيت البطبوط واخا ما يخمرش بزاف كيجي زوين. حيت في النوبه الاولى راه ما يمكنش الخميره نتوما يلاه مصاوبينها وباغيين دغيا تنفخ لكم الخبز ورجع هذا. نهار 4 ايام ملي غتعجنوا بها ملي غادي تجيو تعجنوا غتهزوا هاد القرعه هكا هاد الخميره اللي فيها غديروا لها بحال هكا تحركوها كبوها في الطحين كلها. هاد التميرات غتزولوهم وتبدلوهم نتوما حيت كتكون عندكم الخميره مازال جديده غتبقاو كل 3 ايام تبدلوا هادوك التمرات ولا 4 ايام. ودائما ديروا التمرات في داك الايام الاولى دائما ديروا التمرات باش تقوى لكم الخميره وما من بعد صافي ما كتحتاجوا لا تمر لا والو راه دغيا كتخمر بوحديتها. المهم غادي تخويوها ملي غتبغيو تعجنوا غتخويوها هذه كلها غتخويوها في القصعه وغتهزوا هي تتخوات ما تغسلوهاش غتبقى هاد الجناب لاصق فيهم الخميره. غتهزوا داك الطحين اللي غتعجنوا به بحال هكا اللي الطحين كامل مازال ما درتوش فيه الملحه. الا كنتو خلطوه بالماء غير هزوه بالماء غير ما يكونش فيه الملحه تهزوه هكا وردوه داك القرعه عمرو بحال هكايا داك الكميه اللي بغيتو نتوما صافي وكتغطيوها وهكا انسي دو سويت. كل نهار فين ما تبغيو تعجنوا غتخويو القرعه كلها وتردوا ليها الطحين والماء. اما تردوا لها صافي قلنا شنو غديروا لها ملي تبغيو تعجنوا. دابا الا منين كتوجد لكم وجدات صافي وبقات كتخمر لكم وكلشي شي نهار ما حيت كاين شي حد ما غاديش يعجن كل نهار والاكثر يلاه حسن العوان الناس خدامين ما عندهمش الوقت باش يبقاو يعجنوا كل نهار ولا لا فابورتو. المهم لا قبل بعدا على العجينه اللي كتعجن اللي ما يصلحهاش تعجن كل نهار الا كتعجن 3 ايام الوقت اللي غتخوي هاد الخميره. دابا هذه هي القرعه اللي فيها الخميره. الوقت اللي غنخوي هكا الخميره ما ندير فيها حتى حاجه غنخليها بحال هكا القرعه غنحطها هاد النهار ونحطها غدا نخليها غدا حتى بعد غدا. الا كنت غنعجن على 3 ايام نهار قبل غنهز داك الساعه الطحين والماء وعاد نديرو فيها وعاد نخليها ليله ولا غدا نعجن بها. هذه ما تفوتش على 3 ايام ولا 4 ايام ما تفوتوهاش. الا كنتو مسافرين وانا براسي وحلت في هذا السفر بحال هكا غتشدوا الخميره بحال هكا داك الشيء اللي كيبقى في القرعه هادشي دابا عجنتوه ما غاديش تربيوه هذاك الشيء اللي بقى في القرعه غتهزوه كله وتكبوه بحال هكا وغتلويوه في الطحين بحال هكا وديروه عندكم في البوطه ديال الطحين اللي كتعجنوا به ديروه في البوطه الطحين كتلويه حتى يقصح بحال هكا يرجع كره بحال هكا ولويوه نقطيوه هكا بالطحين يا اما تيبسوه ولكن غير هكايا راه كيبقى سميتو كتبقى مزيانه غير هو ما كيبقاش فيها داك الجهد كامل حيت انا جربتها في راس العام حطيتها بحال هكا خليتها في البوطه ديال الطحين. منين رجعت من السفر هزيتها درت كبيت عليها الماء والطحين وخليتها حتى لغدا عجنت بها. هي خمرات لي ولكن ماشي بهذيك السرعه اللي كانت بها حتى لغدا وبعد غدا حتى قسنا شي 3 ايام ولا 4 ايام عاد رجعت كما كانت. بغيتو ديروا لها بحال هكا ديروا لها ما بغيتوش ديروا لها غتديروها بحال هكا الطحين وغديروها في شي كويغيط وتديوها معكم فيما مشيتو. الا ما كنتوش ماشيين لشي اوتيل الا كنتو ماشيين غير عند عائله ولا لشي دار ولا شي حاجه فين غتكريو ولا شي حاجه وبامكانكم تعجنوا بها ديوها معكم وعجنوا بها واخا تعجنوا غير خبيزه من يومين وما تخليوهاش تضيع ولا من 4 ايام 3 ايام عاد عجنوا خبيزه وما تخليوهاش تضيع. انا بعدا كنديها معايا وما عمري نتفاق معاها في الصيف ديما كنديها معايا. ما تديوهاش ما ديروهاش في قرعه باش مابقاوش واحلين ديروها غير هكا ديروها في كويغيط باش ما تهز لكم لا قرعه لا والو حتى توصلوا للبلاصه اللي غتوصلوا فيها عاد وبامكانكم تخليوها حتى هكا يومين ولا شي حاجه حتى توصلوا للبلاصه اللي ديروا فيها عاد تكبوا عليها شويه ديال الماء وشويه ديال الطحين. المهم شنقول لكم
شنو اللي مازال كنت غنقول لهم وقت عاقله كاع. تفكر المهم وقت عاقله. المهم هكا كي غديروا لها هكا غتعجنوا بها. كنتمنى تفهموني، حيت انا كندخل وخرج في الهضره ما عرفت كاع اش قلت لكم شنو ما قلت لكم. ما فهمتش عاودي سول. المهم حيت دابا انا لقيت بزاف ديال التساؤلات اللي كيبغيو الخميره البلديه هي هذه. غتبداو بها البطبوط، ما تجيوش نيشان وديروا بها شي حاجه اللي باغينا تنفخ دغيا بحال الكيك ولا شي حاجه، راه ما يمكنش، حيت الخميره خصها تكون مجهده بزاف. غتبداو بها غير داك البطبوط في النوبه الاولى والثانيه والثالثه، وعاد داك الساعه هي كتجهد. مره ديروا التمر، مره ديروا سميتو اللي ما عندوش التمر يدير الفول، اللي ما عندوش الفول يدير الزبيب، اللي ما عندوش الزبيب يدير اللبن حتى هو يجهدها كيقويها. الشعير حتى هو الا درتو فيها شويه ديال الطحين الشعير حتى هو كيقويها. وان شاء الله غادي تنجح معكم، غير يكون الاصرار. انا وحق الله ما كانش حتى اللي غيقول لي هاد النصائح وهكاك زيرت راسي وبقيت لاصقه فيها. شتي الخميره انا نقولها لكم، غير الا لصقتوا فيها وبغيتوها من قلبكم راه غتبغيكم ودير لكم كما بغيتو، تبط لكم الخبز كيحمق. ايوا هادشي اللي كاين، هادشي علاش درت لكم فيديو هذا النهار على الخميره البلديه. حتى الفيديو اخر ان شاء الله، ولا تفكر شي حاجه دابا نعاود نقولها لكم، ما عرفت ما نقول. الله يعاونكم، جمعه مباركه بالصحه والسلامه وعوشه مبروكه وما تمنيتو ان شاء الله.